يعطيكم العافية. عم حضر لكم أكلة طيبة كتير اللي هي المسخن فلسطيني لعيون فلسطين. صح، نحن هلأ بوضع حرب على غزة وعلى فلسطين. تحية كبيرة من القلب لكل أهل غزة وأهل فلسطين اللي هن أهلنا وناسنا. ولو من نحن بنقدم لهم بس دعم بالكلمة، وبغض النظر انه نحن عم نقدم بلبنان بالدم كمان دعم لإلهم. اليوم حنعمل أكلة فلسطينية تراثية اللي هي المسخن الفلسطيني. حطينا كمية وافرة من زيت الزيتون، من البصل، ومن السمان، ومنقليهم لحتى يستووا على نار هادية لحتى يتكرملوا. هذا المصطلح بنقول نحن بصل مكرمل، يعني وكأنه نحن عم نسلق البصل بزيت الزيتون على نار هادية. وللمسخن نحن عم نسلق الدجاجات، وهلأ بنحطهم بالفرن بنحمرهم. ليكوا الدجاج كيف عم ينسلق، شي بشهي. شوفوا شوفوا شوفوا، ليكوا البخار. لعيون أهل غزة تحية من لبنان، بإيد لبنانية عم نطبخ الأكلة الغزاوية المشهورة الفلسطينية اللي هي المسخن الفلسطيني. ما فيكن تقووا النار تحت الزيت لحتى ما يحترق الزيت، وتضلكن قلبوا البصل من فترة لفترة. شوفوا شوفوا مثل ما انكم شايفين. وبهاللحظة اللي نحن عم نطبخ فيها سمعنا أحسن خبر من الحوثيين إنه احتجزوا سفينة إسرائيلية. هاي العيون المقاومين بغزة، تحية من القلب لإلكم. شايفين كيف العنار هادي عم يستوي البصل. ليكو مع السماء، ريحة ولا أشهى من هيك. يا ريت فيني أخبركم عن الريحة. مثل ما شايفين صاروا هلا شي 5 دقايق البصلات عم يتكرملوا. ليكو بلش يدبل البصل. ما فينا نقوي النار، نحن مضطرين نعملهم على نار هادية. بعد ما سلقنا الدجاج وتكرمل البصل، فينا او نحمر الفخذ بالفرن، او فينا اللي انا الطريقة التانية اللي بفضلها اني احطه مع زيت الزيتون والبصل للفخذ، خليه يتشرب كل العصائر والبهارات والسماق وزيت الزيتون وعصير البصل المكرمل اللي انمزج بزيت الزيتون. خليهم يغلوا مع بعض مثل ما انكم شايفين. وحنجيب رغيف خبز ونغطه بعد شوي بمرقة الدجاج. نرجع فينا نغطه بزيت الزيتون والبصل ونحطه بالفرن او بنحطه بصينية ولع النار تحتها ونحط عليها البصل والدجاج. وهلا بتشوفوا نحن معكم بهالخطوات خطوة بخطوة. قلبنا الفخذ على الجهة الثانية، خليه يتشرب من كل هيدي العصارات مثل ما انتم شايفين. ريحة بتشهي، بتشل الريحة. والله يخلي لي مرتي نبهتني، قالت لي انه هيدا الاكلة لشخص واحد اللي احنا عم نحضرها. هيدي بتكفي شخص واحد، لازم نعمل لكل شخص فخد.
مثل ما شايفين هلا غطينا الخبزة بمرقة الدجاج. مثل ما شايفين في ناس بتحط خبز التنور اللي هو الأفضل، بس نحن هلا متوفر عنا خبز العصر، أو نقول له نحن خبز الأسمر. هلا بعد ما تشرب المرقة منيح بنصفيه شوي، ورح نحطه فوق زيت الزيتون. بس أول شي بنقيم الفخد. بعد ما غطيناه بزيت الزيتون للخبزة من بعد المرقة، شعلنا الغاز تحتها. انتو فيكم تعملوها بالفرن، بس نحن عم نعملها بسرعة. هلا بدنا اياها تتحمص شوي لحتى تنشف من تحت. هلا شايفين الخبزة بلشت تنشف تستوي، حطينا الفخد. هلا حنجيب هذا البصل المكرمل مع السماق. مثل ما شايفين هلا الخبزة عم تتحمص من تحت، وصحتين وهنا للجميع. يعطيكم ألف عافية.